هي من منع تأشيرات الدخول للسوريين، لكن الحق يقال بالمقلب الآخر أن الملك السعودي سلمان سمح بمجيء 5 أطفال أيتام، يعني هدول تكلفتهم من السفرة التي سافرها وغادر بها ليصيف في باريس ب5 مليارات دولار حجز الشاطئ. أما السوريين 5 أطفال، وأكرم علينا أنه سمح ل100,000 حاج بالذهاب إلى الحج السعودي. خلينا نرد يعني عليه. والله العظيم مصيبة الخليج مصيبة. يا دكتور، ألست أنت من قال هذا الكلام على شاشة أستاذ شريف؟ أستاذ شريف، أنا أدير الحوار، لا تتحدث مباشرة معه ومفهوم. دكتور فهد، يعني في الواقع ما قلته يعني كان ملفتا، كل العالم تناقلته على وسائل التواصل. لديك فرصة الآن لتفسر لماذا قلت، يعني من منا ليس لديه مشاكل نفسية يا دكتور، يعني حتى لو كان لاجئا أو كان شخصا طبيعيا. صحيح. لماذا قلت هذا الأمر؟ يعني لماذا وصفت هذا يعني وصف نفسي يعني كان مسيء للكثيرين؟ طبعا أولا هذا الكلام الذي قيل هو جزء مقتطع بعناية وبحرفنة، وهذا جزء من مقابلة من حوالي 10 شهور، فجوا وربطوها في الموقف اللاجئين في الوقت الحالي لموقف الواضح، وهو دعم التحرر السوري ودعم الثورة السورية ودعم السوريين بشكل عام، وليست خلينا نكمل. أنا ما قاطعت. تابع دكتور تابع، تفضل. وبالتالي هذا المقطع تم اقتطاعه من مقابلة مدتها 12 دقيقة. النقطة الثانية، أنا عملت في الأمم المتحدة وعايشت العديد من اللاجئين، يعني جزء من الرعاية الصحية اللي تقدمها الدولة المضيفة، وأنا كنت أحث الكويت على هذا الموضوع، ولكن ما طلعوا الفيلم. يعني للأسف هو اجتزء 30 ثانية في 12 دقيقة. المطلوب أيضا نوفر لهم الرعاية الصحية والتعليم وحتى الرعاية النفسية. النقطة الرابعة، نعم دول الخليج دول مكلفة، ولكن لما نوجد فرص عمل، وهذا لم يظهروه أيضا في الشريط، لما ندمجهم مع المجتمع ويظهر في فرص العمل ونوفر له فرصة عمل أحسن مما تأتيه لجنة الهلال الأحمر وتعطيه، لا، يشتغلوا بالعائلة ويعمل، والوظائف كثيرة وشاغرة عندنا في البنوك، في التدريس، في كل شيء. هذا للأسف الشديد هذا المقطع يقصد فيه تشويه لي ولبلدي التي احتضنت 450,000 ضيف فلسطيني في السابق، ومحتضنين الآن 175,000 ضيف سوري عندنا معززين مكرمين. وتمنيت، أنا بس ما حبيت أتفاخر وأعرض الفيديو، وتمنيت قبل يوم أنا كنت مع أخوة سوريين وتمنيتكم تسمعون كلامهم، وبس ما حبيت أصوره علشان ما تقول هذا يعمل بروباغندا. لكن أنا أتمنى على الأخ شريف أن يقنع حكومته بعدم رمي البراميل على الأولاد وعلى الأطفال الصغار وقتلهم. أتمنى أن نقول أن هذول أبرياء ومواطنين أبرياء. الكاتيوش التي ترمى حرام عليكم. الحل السياسي. عفوا نحن لا نبحث في المسببات. لحظة، أنا أريد أن أوضح ملاحظة. نحن لا نبحث في المسببات يعني معروفة، كل الأطراف في سوريا لديها تتحمل مسؤولية تجاه ما يحدث في الوقت الحالي. نحن نبحث في النتائج. أنت عندما تقول أنكم تريدون أن تقدموا لهم العون دكتور شليمي، أن تقولوا أن يعملوا، أن لا يأخذوا معونات، فهم يساعدون الاقتصاد في الخليج. أليس أولى أن يأتي هؤلاء 800,000 لا أدري كم أصبحوا يعني يذهبون إلى ألمانيا، أليس أولى أن ينقذوا الاقتصادات في الدول العربية، أن يساعدوا؟ يعني لماذا أوروبا تستفيد؟ هناك طاقات بالمناسبة من اللاجئين، هناك متعلمين يذهبون ويعرضون حياتهم للخطر. صحيح. يعني هناك انتقاص من قيمتهم، يعني هم ليسوا لا يريدون أن يجلسوا في خيام، يريدون أن يعملوا أيضا. نعم صح. وهذا الشيء مهم اللي تفضلت فيه حضرتك. أنا اللي درسني الرياضيات مدرس سوري، يعني أحد مدرسيني أيام السبعينات، يعني المدرسين السوريين، وساهموا مساهمة كبيرة. تجار التجزئة اللي موجودين عندنا الأخوة من سوريا. مهم جدا أن يكون هناك نظرة الآن تناسب الأوضاع الصعبة للاجئين وللهاربين السوريين.
هناك حل سياسي بس يمكن ما يقبل الأخ شريف، راح أتكلم على الوضع الإنساني. الحل السياسي لرجوع 7 مليون هو استقالة بشار الأسد، وبالتالي تكون هناك عملية سياسية ويرجعون. الآن بيزعل بيقول لي لا وهو الرئيس وهو كذا، ممتاز. الحل الآخر يعني الناس هي ورقة ضغط يا دكتور شريف يعني لكي يذهب بشار الأسد. لا أبدا، احنا شايفين يا لانا، احنا شايفين 7 مليون مو 5 ولا 20. ستجيب، سأعطيك كل الوقت. خلينا نكمل استاذ شريف بس لان انا النقطة الثانية أن يكون هناك تعاون على الجهد. نحن نأخذ والسعودية والإمارات وقطر والبحرين ومصر وتونس يعني نساعد بعض ويتم تأمين جزء كبير. خليني أنا أقول لك أخت لانا، لولا التبرعات اللي دعمت لصناديق الأمم المتحدة، وهذا كلام رئيس الUNHCR تحدث وأشاد بالدعم اللي قدمت لصناديق الأمم المتحدة التي ساعدت اللاجئين. يعني لولا الدعم اللي قدمناه ألمانيا التي الآن تقول بتشوف السوريين بقالهم 5 سنين عمال يتقتلوا وما تحدثت كلمة واحدة، ولما بدأت الناس تموت على شواطئهم طلعت. ألمانيا في مؤتمر المانحين دفعت 110 مليون دولار. الكويت لوحدها تبرعت ب500 مليون، مجموع التبرعات 1.5 بليون. هذا على المستوى المادي. على المستوى الإنساني أنا شخصيا زرت مخيمات اللاجئين في الزعتري وفي المفرق وشفنا النواقص، وأعرف ونشكر الحكومة الأردنية والحكومة اللبنانية الحقيقة يعني على الجهود الجبارة اللي عملوها. الحل أن نغير مفهوم ضيوف القادمين، نشركهم في المجتمع، تقديم الوظائف، وأن نتعامل معهم كلاجئين وليس كسياسة. الحل السياسي معروف، جنيف واحد يقول حكومة انتقالية. نحن لا نتحدث عن حل سياسي، لا نتطرق إلى حل سياسي الآن. تفضل أستاذ شريف، تفضل. نعم. راح اريح له باله للدكتور فهد ونحدثه عن التحرك السياسي وما هي. اولا يا دكتور فهد، وانت دكتور جامعي، ساذكرك بامر انتم في الخليج تتاخرون عنا في سوريا بالعمليه بادراك ما يحصل في سوريا 12 عام. امير الكويت الحالي اليوم عندما كان وزيرا لخارجيه الكويت بعد اجتياح صدام حسين للكويت زار سوريا وقابل الرئيس حافظ الأسد. اسأل أمير الكويت ماذا قال يا سيادة الرئيس نحن متخلفون عنكم ب 12 عام لأننا لم نستطيع أن نفهم صدام حسين على مدى 12 عام، واليوم أنتم سوف تتخلفون عن سوريا لأنكم لا تفهمون ما الذي يحصل في سوريا. أنا لست مع بشار الأسد كرئيس دولة ولست مع فلان، أنا مع الشعب السوري فيما يقوله. عندما أتت الانتخابات شاهدنا الناس في لبنان كيف ذهبوا إلى صناديق الاقتراع، ومنع السوريون في دول أوروبا ودول الخليج أن يذهبوا إلى صناديق الاستفتاء. يا أخي خلينا يذهبوا إلى صناديق الاستفتاء ويقولوا لا لبشار الأسد. منعتموهم وأنتم تعرفوا ماذا سيقولون. نقطة ثانية، أنا لم أتدخل في الشأن الداخلي الكويتي وأقول لك يجب أن يكون أمير الكويت أميرا أم رئيسا أم يصح هذا، رغم أن حصل خلاف في الكويت بين أمير الكويت وبين ولي العهد السابق وثم لفلفت الأمور واستلم أمير الكويت. أنا لم أتدخل ولم أقول لك هذا شأن كويتي والشعب الكويتي يقرره. أنت تقول براميل، أنا أقول لك بصريح العبارة داعش والنصرة لم تذكرهما على مدى مقابلاتك كلهم يا دكتور فهد، وهم من ذبحوا الناس وقتلوهم واغتصبوهم. أنا سأقول لك، أعطيني مثالا واحدا على شخص واحد أو عائلة واحدة هربت من المناطق الموجودة التي تحت سيطرة كما تقولون النظام إلى إدلب أو إلى الرقة. كله كان عندما يدري أن داعش تقدمت كان يأتي إلى المناطق. سأذكر لك بالحرب اللاذقية فيها أكثر من نصف مليون لاجئ نازح من حلب ومن حمص ومن غيرها، طرطوس، دمشق، كل هذه المحافظات التي تحت سيطرة بين قوسين النظام أتت إليها الناس هربا من داعش. النظام السياسي في سوريا لم يقتل الناس ولم يجلد الناس ولم يحارب الناس. كنا نعيش نحن في سوريا أفضل حياة من السويسري. أنا أقول لك نعم، وحضرتك قلت الآن إن المدرسين الذين درسوك في الكويت، وأشكرك على هذه اللفتة، هم سوريون، والعمال والأطباء والمهندسين. يا دكتور فهد، دولة تمتلك نزار قباني وسليمان عيسى والماغوط لا يمكن إلا أن تكون دولة حضارية. هذه الهجمة ليست على سوريا وليست على عفوا أستاذ شريف. أستاذ شريف؟ أيوة. طيب واضح تأثر يعني على أستاذ شريف شحادة. نحن
نقدر فعلا يعني هؤلاء، لأن كل ما يشاهد الآن على شاشات التلفزة هو موقف إنساني صعب على أي سوري في العالم وعلى أي إنسان يعني. فكيف إذا كان ابن البلد أن يتقبله؟ دموعك غالية يا أستاذ شريف، والله بكيتنا نحن كمان يعني. طب دكتور سليمي، لا أدري كيف سأتابع أنا وياك الحوار، ولكن يعني بالنظر إلى ما يعني طريقة معاملة اللاجئين السوريين في أوروبا، هناك جدل الآن عن توزيع مثلا تقسيم حسب الأديان. هناك من يقول أن كان الأجدر على الدول